أستاذ إذا زحمة عليك. تفضل اسمع. الله يبارك فيك. تفسير النبي، أكيد تفسير النبي هو سنة النبي، صح أستاذ؟ تفسير النبي هو سنة النبي، فأين تفسير النبي في البخاري؟ عليكم السلام يا حبيبتي. أستاذ أين نجد تفسير النبي في البخاري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامح حبيبتي. لأن البخاري قام عن النبي صلى الله عليه وسلم واتلف 99% من تفسير النبي. يا أستاذ نائل هيرد عليك الشيخ سامح. نعم أستاذ، لأن فقط بس 40. نعم أستاذ، لأن فقط بس 40 آية فسرت في كتاب البخاري. نائل. نعم أستاذ تفضل. الجزء الرابع من البخاري في آخر صفحة هتلاقيه عنوان له بعنوان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن. نعم أستاذ. صحيح البخاري في الجزء الرابع. نعم أستاذ، هنا فقط بس 40 آية، فقط بس 40 حديث من تفسير النبي فقط، وإنما البقية 490 البقية هن كل المجموع 490. 40 منهن فقط للنبي. يا أستاذ نائل. والبقية ليش للنبي؟ نعم أستاذ. حضرتك بتسأل ولا جايب المعلومة؟ لا مو أنت قلت موجود التفسير. لا ده هو وين التفسير؟ جاي يشكك، جاي يشتم. لا ما هو لو جايب المعلومة يتفضل يسأل. لو حضرتك بتسأل في صحيح البخاري في الجزء الرابع قبل الفهرس ب4 ورقات باب تفسير النبي لما جاء في الآيات. أحسنت أستاذ. ذكر لك حوالي 120 هذا ما يمثل غير فقط بس أقل من 1% أستاذ من تفسير النبي. لا 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 لا. لأن 6200 أكثر 6200 آية فقط بس 40 آية فسر موجود البخاري ناقلها. أستاذ نائل أنت سمعتني؟ نعم أستاذ، أنا قارئ البخاري مو حسبالك أنا يعني غشيم. ما أنا عارف إنك والله أنت لو قارئ البخاري هتقول لي أنت كذاب. يلا هسه انا وياكم قدام الجميع. كم آية مفسرة أستاذ؟ هسه كم رواية موجودة؟ 490 صح ولا لا؟ اسمع يا أخ نائل، يا أخ نائل أنت سألت سؤالك اسكت. أستاذ مو هو كذبني. أستاذ الله يوفقك، هو كذبني صح ولا لا؟ هن 490 فقط 40 آية، فقط 40 آية مفسرة للنبي في الكتاب، يعني ما يمثل أقل من 1% أستاذ، فالباقي كله أتلفه. أنا مش عايزين ننزلك.